بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا مع فضيلة الشيخ مصطفى الديان مؤسس حملة واحدة نسأله عن هذا الشأن السوري وهذا المشهد المتكرر لنصرة إخواننا في البلاد الإسلامية. بعد حملة أمة واحدة لنصرة إخواننا في الشمال تأتي حملة أمة واحدة لنصرة إخواننا في سوريا. كيف بدأت يعني هذه الفكرة وما الهدف هذه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة نشأت فكرة مثال أمة واحدة. نحن رأينا أن بشار الأسد هذا الطاغية المجرم يعني أخذ يعزز ونحن لا حول لنا ولا قوة ليس يعني نالي بمسلمين قدام. فاحنا قلنا لابد ان احنا نبذل اي شيء، لابد ان احنا نعمل اي شيء على الاقل ان احنا نشعر بالقضية ان في مسلمين بيتبعوا في اضطهاد المسلمين على يد العلويين وعلى يد الشيعة. فقلنا لابد من وقفة، لابد ان احنا نفعل اي شيء. فكان تفكير الشباب في قطاع الطباعة ان احنا نعمل مثل هذه الوقفة في هذا المكان نوصل بها رسالة ان في مشكلة. عايزين نقول للناس ان في شعب ان في أمة بتقتل حتى تفرق الناس كلها من حقهم عايشين في متاهة ولا يشعرون بما يحدث. فأنا عايز أوصل رسالة النهارده إن شعب سوريا بيتقتل، من له؟ إن شاء الله الله عز وجل له، لكن ماذا ظننا نحن تجاه هذا الشعب؟ لابد من كل شيء، يعني اتقوا الله أي إنسان يستطيع أن يعمل أي شيء. أنا عايز أتعامل مع جمعيتنا اسمها جمعية مصطفى معذرة بعض كل إنسان الحال في سوريا هذا يدل على جهل شديد الوضع في أهل سوريا سواء في داخل سوريا أو حال اللاجئين على تركيا أو مصرية أو نحو ذلك. نرجو توضيح هذا الأمر. أنا لا أدري يعني كيف سنشعر أنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب والماء، كيف سنشعر؟ متى نشعر؟ الناس تقتل وتذبح، يعني مفيش تجارة، مفيش صناعة، مفيش محلات بتفتح، مفيش أكل وشرب، مفيش اقتصاد، يعني كل حاجة مفيش وتمر الأيام. فالناس هتجوع، الناس هتموت، مستنيين إيه؟ مستنيين من الناس تموت من الجوع عشان يحسوا الناس محتاجة فلوس. فممكن يكون عندهم فلوس لكن ما عندهمش حاجة يشتروها، يعني محتاجين يد العون، محتاجين أدوية، محتاجين أطعمة، الفلوس اللي بناخدها ديت احنا بنوصلها لجهات، الجهات دي بتجيب لهم اللي هم محتاجينه سواء طعام أو شراب أو أدوية أو أكل للأطفال أو محتاجون إليه. فاحنا لابد نشعر ان في ازمه، الازمه دي كانت بورسعيد لما حصل عليها حصار صغير الناس كانت هتموت، واحنا هنا في وسط بلدنا، ما بالك بقى بره قتل بالمئات كل يوم، الا يحتاجون الى الطعام والشراب. احنا لابد ان احنا نفكر واحنا بناكل كده ان في اخواننا مش لاقيين ياكلوا لا في الصومال ولا في سوريا وفي اماكن كثيره جدا. فلابد ان نستشعر معنا ان في ناس ثانيه ممكن تجوع، ممكن تعطش، ممكن ما تجيش وقت الصراحه دي، لازم نشعر هذا الشعور. الشيخ مصطفى ايضا البعض قد يتردد في التبرع قلقا على المال، ويعني قد يكون غير واثق في وصول هذا المال الى المستحقين. نريد ان نصرح باسماء الجهات الجماعيه، الطرق الرسميه الشرعيه التي يصل بها المال الى هؤلاء. والله احنا يعني من فتره طويله، انت ممكن تسالني انتوا ليه عملتوها دلوقتي وكنتوا متاخرين كل دوت؟ اقول لك لان احنا ما كناش عارفين لما نجمع المال هنودي المال ده فين، علشان ما نتهمش مثل هذه التهمه اللي انتوا هتاخدوا فلوس فيه. فلما وجدنا مصدر يمكن من خلاله توصيل المال بدانا، وهذا المصدر كانت جمعيه اسمها جمعيه دلال الخيرات. هذه الجمعيه جمعيه مشهره ورسميه ولها حساب معلن في الصفحات. فبدانا نجمع الاموال بحيث هذه الجمعيه، ومن ثم هذه الجمعيه تدفعها الى جمعيات اخرى خيريه معتمده في صله التواصل مع المقامين، من اليسير ان هي توصلها لتركيا او توصلها لداخل سوريا عن طريق الطرق الرسميه والمشروعه. نود رسالة شكر إلى الجهات المسؤولة في اسكندرية اللي وافقت على هذه الوقفة ويسرتها ولا ونحن بنوجه شكرنا لجهات المحافظة اسكندرية ومدير أمن اسكندرية وكل من قاموا على يعني مراعاة هذه الوقفة وعدم عرقلتها، وإلا فكان ممكن ان احنا نجد صعوبات كثيرة جدا، لكن بفضل الله نحن لم نجد أي صعوبة في إقامة هذه الوقفة، بل نحن نختار المكان، نختار الزمان، نختار كل شيء فيها، والجهات الأمنية لم تعرف أي شيء. فأنا نقول لهم جزاكم الله خيرا، ولعل هذا من الإسهامات التي تقدمونها في الأمر الأمة واحدة إن شاء الله. هل نتوقع انتخابات قريبة؟ والله اسال الله عز وجل ان يقل الظلم والطغيان على العالم العربي، فما نعملش وقفات. لكن طول ما في ضغط وظلم واضطهاد احنا مضطرين نعمل وقفات.
هذا ما نستطيع أن نفعله، كما قلت مالي بنصرتهم.